لو هتوجهي رساله لابوك وامك تقول لهم ايه؟ ما تزعلوش وحقكم عليا طبعا. مساء الفل. مساء الخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بصي انا برنامج اسئله ومسابقات دينيه، هسالك سؤال ولو جاوبت عليه صح هتكسبي معايا مبلغ كويس. بصوا انا مش فارق معايا الجوائز ولا فارق معايا الاسئله ولا عايزه اتسال. انا واحده اتظلمت في حياتي ظلم كبير، وحرفيا مش مسامحه اللي ظلمني، لان هو ظلمني في مستقبلي، يعني ظلمني في حاجه كبيره ما ظلمنيش في حاجه صغيره. انا واحده كنت في كليتي، دخلت سيكشن مش السيكشن بتاعي، انا في سنه ثالثه والسيكشن سنه اولى. طلعوني من السيكشن، بعدها انا اخدت اتعمل لي تحقيق، اتعمل لي محضر، وبعدها فوجئت قبل الامتحانات ان انا اخدت فصل. انا حرفيا نفسيتي متدمره من يومها، انا مش عارفه اعيش حياتي الطبيعيه، ونفسي سدت من الكليه اللي هي اصلا حلمي، اللي انا اصلا بحبها، ودي كانت طموحي في الحياه، وحلم اهلي ان هم يشوفوني في مكان كويس وفي كليه وتقديرات كويسه. انا ليه بتعملوا معايا كده؟ انت حسبي الله ونعم الوكيل بجد. انت اكيد ما كنتش تقبله على بنتك ولا على حد انت بتحبه. انا لو كان ليا دكتور، يعني انا لو بنت دكتور او لو بنت حد معروف في الكليه، عمر ما كان ده حصل معايا، ولا كانوا حطوني في الموقف ده، ولا كان هيخلوا حتى الهوا كده يلمسني. ماما اتقهرت، يعني ما تشوف برضو مامتك مقهوره قدامك على المستقبل بنتها نفسها تشوفها. كل الاهالي نفسهم يشوفوا عيالهم في مكان كويس ومكان يعني بيبقوا احسن منهم كمان. انت بتدمر، يعني بتدمر مستقبلي ومستقبل اهلي برضو، هم ده طموحهم دلوقتي ان هم يشوفوا عيالهم في احسن حاجه. انا اتفصلت ومرجعيني قبل امتحاناتي باسبوع. طب انا كطالبه انا هعمل ايه في الاسبوع ده؟ يعني انا قاعده 3 شهور مش عارفه ايه مستقبلي، مش عارفه ايه وضعي. يعني انا خلاص، انا واحده شايفه ورقه الفصل قدامي، قاعده مقهوره كده، قاعده بوصلها وعماله اعيط، مش عارفه اعمل ايه. مفيش حد واقف جنبي، مفيش حد ساعدني. كليتي اللي بحبها انا مش عارفه اروح، انا مش عارفه اعمل حاجه في يومي زي ما كنت بعمل. انا الكليه دي كانت اكبر حلم في حياتي وبحبها جدا، انا كرهت اروحها خلاص. انت لو عندك بنت اكيد مش هتقبل انها تتحط في موقف زي ده، واكيد طبعا ربنا يعني مش هيسيب حقي. يعني انا معايا ربنا، الحمد لله انا معايا ربنا، فانا مش عايزه حد، مش عايزه حاجه من حد. انا ربنا عندي الحمد لله هو اللي هيجيب لي حقي. هي خلاص مفيش حاجه هتتعمل، بس هو حسبي الله ونعم الوكيل. فكل حد كان في ايده انه يساعدني واستكتر انه يساعدني. كلمه ظلم دي كلمه كبيره، وزي ما اتظلمتي ربنا قادر ان هو يرجع لك حقك، ومش عارف ازاي، بس انا متاكد ان مليون في الميه ان اكيد الفيديو بتاعك هيوصل وصوتك هيوصل. ما تزعليش نفسك وربنا بيعوض، ربنا كبير. الحمد لله على كل حال، يعني انا راضيه الحمد لله، بس مش هسامح الشخص اللي اذاني ابدا. لحد اخر يوم في عمري مش مسامحه، مش مسامحه عشان مجهود اهلي والتعب اللي تعبوه معايا والمصاريف اللي اتصرفت عليا، مش مسامحه. لو هتوجهي رساله لابوك وامك تقول لهم ايه؟ ما تزعلوش وحقكم عليا طبعا. هما تعبوا معايا كتير بصراحه،